سلام، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم كما راكم تشوفوا راني نقترح عليكم كيكه تاع عيد ميلاد ولا اي مناسبه سعيده. بسيطه بزاف، ما فيهاش حاجه كبيره. غنديروها بواحد الكريمه تشد في الحمان. كما راكم تشوفوا تنجم اي وحده مبتدئه ولا تنجم دير هذه الكيكه لولدها ولا لبنتها ولا اي مناسبه تخصها. انا تبعوني مليح. هنا نجيبو في ريسيبيون نديرو فيه 4 حبات بيض حجم كبير، رشه تاع ملح. طبعا البيض تكون ما يكونش من الثلاجه. غادي ندربوه شويه بالخلاط كراميل، ضروري خلاط كراميل ولا بيض خام. انا عندي نص كاس تاع السكر عادي، يعني بالملعقه 5 ملاعق. انا ما تحتاجوش ميزان، غندير لكم غير بالعبار. نديرو على 3 مرات هذا السكر. نديرو الجزء الاول ونخلطو بالباتور، نزيدو الجزء الثاني والثالث حتى نكملوه، حتى ما تعيوش ولا ما تعجلوش. خلوا هذا الخليط ياخذ وقته في التضراب حتى يولي خليط كما راكم تشوفوا كثيف ولونه ابيض، وحتى القوام تاعه كما راكم تشوفوا يتبدل. هنا في هذه المرحله نديروا 2 ملاعق كبيره تاع الزيت هنايا في الاخير، ونخلطوا خلطه خفيفه بالباتور ونوخروا الباتور. هنا نروحوا نستعملوا غير سباتول فقط. هنا عندي كاكاو، هنايا كان عندي شويه بني وشويه اسود خلطتهم، درت ملعقه ونص. اذا كان عندكم بني ديروا 2 ملاعق تاع كاكاو. عندي ملعقه صغيره ماشي معمره تاع قهوه تاع خميره الحلوى. هنا كاين بزاف اللي ما يديروش خميره الحلوى ولا لي شيميك في الجينواز، ولكن انا نبغي نديرها تزيدني هكا شويه هشاشه خفيفه للجينواز. اذا بغيتي ما ديريهاش ما ديريهاش. هنايا عندي الفرينه عندي كاس مشي معمر تاع فرينه اللي هو بالملعقه 5 ملاعق بومبي تاع فرينه. هنا نخلطو مليح على 3 دفعات كما راكم تشوفوا، من الفوق من التحت بشويه بشويه. ونجيبوا مول اللي غادي ديروا فيه. ممكن ديروا مول كاري، ممكن ديروا مدور، ممكن ديروا فيه بلا ولا صينيه وتعاودوا دوك تقطعوها على حسب امبورط بيس اللي بغيتو ديروها. ممكن ديروا على شكل قلب كيما تبغوا. هنا نديروا بابي كويسون ضروري باش يساعدنا في الجينوز باش ما تلصقناش. ونفرغوا الخليط تاعنا ونديروا هاد العفسه بالكوردون باش ما تجيناش جهه طالعه على جهه. وندخلوها طيب في كوشه ولا في فرن يكون مسخنه من قبل. هاي تاخذ حوالي من 20 حتى ل 25 دقيقه. طلعوه كامل من الفوق، ما تشعلولاش عفوا ما تشعلولاش كامل من الفوق، شعلوها غير من تحت وخلوها طيب وخرجوها تبرد. هنا نروحوا نوجدوا الكريمه اللي قلت لكم عليها، تساعدكم بزاف في الحمان تبقى شاده روحها. هنا عندي كاس ماشي معمر تاع غبره الشونتي، يعني بالملعقه 5 ملاعق. نجيبوا 2 بو تاع فلون ذوق الكراميل كما راكم تشوفوا، يكونوا للزوج باردين، الشونتي تكون بارده في الكونجيلاتور، وايضا الفلون كراميل يكون في الكونجيلاتور. نخلطوا خلطه خفيفه. هنايا جاتني متماسكه بزاف هاد الكريمه اللي دازت لها ربع كاس تاع ماء بارد كلاصي، ما ديروش ماء عادي لان غطيح لكم الكريمه. هنا جبت طابله تاع شوكولا نوار، ضروري تكون سوداء باش تشد لكم الكريمه. ذوبوها، زيدوا لها شويه ماء فقط وذوبوها، وزيدوا هذاك الخليط الكريمه تاعكم مع الخلاط المستمر كما راكم تشوفوا حتى تحصلوا على كريمه كما قلت لكم حاكمه روحها وغادي تشد لكم ما تطيح لكمش في الحمام. هنا الكيكه تاعنا بعد ما بردت نغلفوها. اكيد ديروها في فيلم بلاستيك ودخلوها في الثلاجه، خلوها ترتاح، ما تعجلوش عليها وتخدموها مباشره باش تجيكم خدمه سهله. تحلوها على زوج في النص، على 2 طبقات كما راكم تشوفوا. هنا رانا موجدين سيرو عادي اللي كامل الناس يعرفوه. نص كاس تاع السكر مع كاس ونص تاع ماء مع طرونش تاع السيترون ولا تاع الليمون. واذا بغيتي تغيري النكهه ديري قهوه سريع الذوبان ولا عطر الكراميل ولا عطر الفاني ولا اي عطر تبغيه ممكن ديري. يغلي فوق الغاز 7 دقائق ولا 8 دقائق وطفي عليه وخليه يبرد. ونشربوا به الكيكه تاعنا. نديروا الجزء الاول كما راكم تشوفوا. هنا قبل ما تديسيدوا ديروا الطبقات، شوفوا الطبقه اللي هي شابه باش ديروها من الفوق. انا جاتني الطبقه الفوقانيه اللي طابت عليها جاتني مليحه، اللي خليتها باش نديرها من الفوق. اذا كانت عندكم طبقه عوجه ولا مشاكين فيها ديروا هذه الطبقه التحتانيه ديروها هي الاولى. هنا نديروا كميه مليحه من الكريمه اللي وجدناها كما راكم تشوفوا كحشو. هنايا دبروا ريسانكم اللي بغيتو ديروا. ممكن ديروا مكسرات، ممكن ديروا كراميل. انا هنا كانت عندي شوكولاته تختيني كما راكم تشوفوا، درتها غير بالمغرف هكا. هكا باش تزيد لنا شويه بنه. كما قلت لكم اذا عندكم جوز ولا مكسرات بندق ولا كراميل ولا اي حاجه تفضلوها ديروها كحشو تزيدكم بنه على بنه. ولا كان عندكم تاني البانان تاني ديروه يجي شباب. هنايا الطبقه الاولى كما راكم تشوفوا شربتها. هنايا طبعا كي غادي تشربوها هكا من الفوق ما غاديش تدخل لكم مليح، لذا شربتها هكا على يدي
وهي مقلوبه. من بعد كي حسيتها بلي تشربت مليح، حطيتها فوق الطبقه الثانيه وغلفتها بطبقه كوش خفيفه تاع كريمه كما راكم تشوفوا. وهنا هذا غاناش وجدته كغاناش عادي. دوب طابلة تاع شوكولا تاع 100 غرام بالحليب، زدت لها شويه تاع حليب، حوالي ملعقتين ولا ثلاثه تاع حليب، وتحصلت على غاناش يكون خفيف بهذا الشكل. ما ديروش حامي، خلوه شويه يبرد شويه وديروا فوق الكيكه تاعكم. التزيين هنا يبقى اختياري. فرغوا كامل الكميه تاع الغاناش اللي درناها هكا من الفوق ومشوها كطبقه فوقاني. هنا اذا بغيتوا تغيروا التزيين في الجوانب ديروا مكسرات ولا ديروا حاجه اخرى فيرميسيل ولا اي حاجه، ولا فيتين ولا دبروا لي سانكم. هنايا بقات لي شويه تاع كريمه زينت بها هكا دي غوزاس. كما قلت لكم هنايا الفينيسيون تاليه. هنا الشيء اللي موجود معاكم ممكن ديروا اي حاجه كاين، كيما نقولوا اقتراحات بزاف تاع التزيين. انا درت دي غوزاس كبار مع زدت حداهم هكا صغار. وهذه هي درت هذه تاع هابي بيرثدي وهذا بابيون دوغي. نتوما على حسب لو تيم اللي عندكم ممكن ديروا تاع عيد الزواج ولا ممكن تاع ولد ولا كيما تبغوا. وهذه هي النتيجه النهائيه. ننصحكم انكم هذه الكيكه كي ديروها خلوا لها وقتها في الثلاجه تبرد وتتماسك. كل ما تتماسك كل ما تعطيكم نتيجه خير وخير. هنا بغيتو ديروا اضافات ديروا لها اضافات، ولكن البنه راهي موجوده فيها. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. كما قلت لكم ما فيهاش حاجه كبيره، أو اي مبتدئ او لا اي وحده ممكن تجربها وتنجح فيها باذن الله. نقول لكم تهلاو في روحكم، بقاو على خير والسلام.